السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ من قناة ميزو تي في. وبما اننا لسه في التوقف الدولي، ففكرة فيديو النهاردة هو ان انا هقول تشكيلة مكونة من 11 لاعب ومدير فني، يعني مكونة من احسن اللعيبة في العالم لحد دلوقتي تقريبا في الاسبوع ال 13 في الدوريات الخمسة الكبرى، واكيد هيكون في حكم على التشامبيونز ليج. ففكرة مختلفة. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. لكن عايزين يعني نكتر بقى الشير عشان نقدر ان احنا نوصل لهدفنا اللي مش عايزين ننساه، وهو الوصول ل 500 مشترك قبل نهاية السنة. فخلونا بقى من غير كلام كتير نخش على الفيديو. ودلوقتي خلونا نبدأ بمركز حارس المرمى، واللي كان فيه حراس مرمى كتير بالنسبة لي مرشحين ان هم يكونوا موجودين في التشكيلة، زي فيكاريو من توتنهام وتير شتيجن مع برشلونة، رغم الاهداف الكتيرة اللي هو استقبلها، ولكن هو شال برشلونة في ماتشات كتيرة جدا. واليسون مع ليفربول برضو شالهم في ماتشات كتيرة، رغم التغيير الكتير اللي بيحصل في خط الدفاع اللي قدامه. يعني كانوا بادئين بروبرتسون ناحية الشمال، بعد ما اتصاب بقى بيلعب بتسيميكاس، وفي ماتش لعب بجوميز ناحية الشمال. قلب الدفاع فان دايك اتطرد مره، فكان بيتغير، وماتب بيتصاب كتير، وكوناتي نفس الكلام بيتصاب كتير، رغم التغيرات الكتيره اللي بتحصل في مركز خط الدفاع في ليفربول. ولكن اليسون مستواه ثابت. فانا يعني وقعت اختياري بغض النظر عن الثلاثه دول كلهم راس مرمى اقوياء، ولكن انا اخترت سومر من انتر ميلان. سومر برضو عامل اداء قوي مع انتر، ويعني على العموم منظومه انتر كلها تحت قياده سيموني انزاجي عاملين اداء قوي، متصدرين الدوري الايطالي، واكتر فرقه في الدوري الايطالي طالعين بكلين شيت، فاكيد ده لازم يكون معانا، وهو سومر من انتر ميلان. نروح لمركز الباك اليمين، واللي فيه ناس كتير مش هتتوقعوا ان هو يكون موجود معانا في التشكيله، ولكن هو فعلا متالق مع الباير ليفركوزن. ناحيه اليمين هختار فريمبونج مع باير ليفركوزن تحت قياده تشابي الونسو، واللي برضو عاملين حاله في الدوري الالماني، متصدرين الدوري الالماني. يعني عاده ما بنلاقي بايرن ميونخ او بروسيا دورتموند، وفي الاخر بايرن ميونخ هو اللي بيقدر يحسم الدوري. ولكن لحد دلوقتي تشابي الونسو عامل منظومه قويه مع باير ليفركوزن. حتى في نص ملعب تشاكا وفيرتس عاملين ثنائيه قويه. ناحيه الشمال جريمالدو برضو عامل مباريات قويه، يعتبر بيلعب راس حرمه مش باك شمال. ولكن انا هختار ناحيه اليمين فريمبونج اللي عامل اداء قوي جدا مع باير ليفركوزن. ويعني كان في لعيبه كتير مرشحه بالنسبه لي زي كارفاخال من ريال مدريد. كارفاخال برضو لحد دلوقتي عامل اداء قوي، ويعني غير المواسم اللي فاتت خالص كارفاخال مقدم وفارق جدا مع خط دفاع ريال مدريد. وطبعا ووكر مع مانشستر سيتي برضو عامل اداء قوي جدا. فبصراحه كل دول، ولكن فريمبونج فعلا هو اللي فارق مع باير ليفركوزن اكتر من كل اللعيبه دي. نخش لقلبين الدفاع، وقلبين الدفاع اللي معانا هما الاتنين من الدوري الانجليزي، وهما فان دايك وصليبا. فان دايك اللي يعني مستواه اتغير خالص عن الموسم اللي فات. يعني احنا الموسم اللي فات كنا بنتريق على فان دايك عشان هو ما بيخشش مان تو مان مع المهاجم، ولكن ده عكس اللي بيحصل خالص مع فان دايك السنه دي. فان دايك هو اكتر لاعب في الدوري الانجليزي دخل مع المهاجم او اي حد مان تو مان، واقل لعيب في الدوري الانجليزي ترقص، فهو بيخش المان تو مان وبيقدر ان هو يستخلص الكوره. فبصراحه فان دايك برضو لازم يكون موجود معانا في التشكيله. اما بالنسبه لقلب الدفاع الثاني فهو صليبا من ارسنال. صليبا اللي يعني هو اللي متحكم في خط الدفاع، وهو اللاعب الاساسي. يعني هو اكتر لاعب ما تبدلش، ساعات بين وايت هو اللي بيكون اساسي، ولكن ساعات بيتبدل جابرييل جنبه برضو جنب صليبا، وساعات برضو كتير بيتبدل. ولكن صليبا هو الاساسي في خط الدفاع ارسنال. وفي الماتش الاخير قدام اللي قدر ان هو يسجل هدف عن طريق رأسية. فبصراحه صليبا وفان دايك هما الاثنين مؤثرين مع الفرق بتاعتهم، وكانوا لازم يكونوا موجودين معانا في التشكيله. مركز الباك الشمال، واللي ما كانش فيه لعيبه كتيره بالنسبه لي مرشحه ان هي تكون موجوده، يعني جو كانسيلو كنت ممكن احطه ناحيه الشمال، ولكن كانسيلو مباريات مع برشلونه يكون عالي، وماتشات يكون يعني يعتبر مش موجود في الملعب. ولكن ناحيه الشمال طبعا جريمالدو اللي انا كلمتكم عليه برده كان مرشح بالنسبه لي، ولكن اللي اداؤه كان اقوى هو دي ماركو مع انتر ميلان تحت قياده انزاجي. زي ما انا قلت لكم مؤثر جدا مع المنظومه. في اخر مباراه قدر ان هو يسجل هدف من نص الملعب. فبصراحه دي ماركو كان لازم يكون موجود معانا في التشكيله دي. هتسمعوا كتير الجمله دي ان هو كان لازم يكون موجود معانا، ولكن فعلا كل اللعيبه اللي موجوده معانا في التشكيله دي متالقين جدا مع فرقهم، وفعلا كانوا المفروض يكونوا موجودين معانا في التشكيله دي. نروح لنص الملعب، واللي كان فيه لعيبه كتيره، ولكن خلونا نبدا باللاعب رقم 6، واللي انا اخترت فيه ديكلان رايس من ارسنال. واللي فعلا يعني هو المتحكم في نص ملعب ارسنال. عايز يعلي الريتم هيعليه، عايز يوطي يعني يهدي الريتم برده هيهديه. ديكلان رايس اكيد لازم يكون موجود معانا في التشكيله دي كلاعب رقم 6. وهلعب باتنين تمانيات، واكيد واحد فيهم لازم يكون موجود، وهو بيلينجهام مع ريال مدريد، اللي يعني فارق معاهم في كل حاجه. يعني ماتشات دوري اسباني هتلاقيه موجود، ماتشات تشامبيونز ليج هتلاقيه موجود برده.
فيعني من غير كلام كتير جود بلينجهام يعني موجود معانا ما تقلقش. اما بالنسبه للاعب رقم 8 التاني فكنت يعني محتار جدا. جريزمان مع اتلتيكو مدريد عامل اداء يعني ما حدش مركز معاه، ولكن يعني عامل اداء رائع. وكمان فيرتز مع باير ليفركوزن، ماديسون مع توتنهام، لعيبه كتيره متالقه، وحتى تشاكا مع باير ليفركوزن ما حدش مركز معاه، ولكن هو فعلا عامل اداء كويس. ولكن ما بين كل ده وقع اختياري على ماديسون من توتنهام. ماديسون عامل اداء، هو مفتاح اللعب في توتنهام بعد اصابته. الفرص اللي بيخلقها توتنهام قلت بنسبه كبيره. نراجع بقى على التشكيله كده قبل ما نخش على ثلاثي الهجوم. ومعانا في حراسه المرمى سومر من انتر ميلان، ناحيه اليمين فريمبونج من باير ليفركوزن، اتنين قلوب دفاع فان دايك من ليفربول، صليبه من ارسنال، ناحيه الشمال دي ماركو من انتر ميلان، واللاعب رقم 6 في نص الملعب وهو ديكلان رايز من ارسنال، والاثنين التمانيات بيلينجهام من ريال مدريد، والتمانية التاني هو ماديسون من توتنهام. نروح للوينج اليمين واللي ما فيهوش لعيبه كتير متالقه، فاكيد هنختار محمد صلاح من ليفربول. محمد صلاح تاني هدافين الدوري الانجليزي بعد ايرلينج هالاند، عامل موسم برده من احسن مواسم محمد صلاح مع ليفربول بعد المنظومه اللي اتغيرت خالص من الموسم اللي فات. عامل ثنائيه قويه ما بينه هو ونونيز، وثنائيه برده ممتازه ما بينه هو وسوبوزلاي. فبصراحه ما فيش حد بارز ناحيه اليمين غير محمد صلاح، وفعلا يستحق ان هو يكون موجود معانا في التشكيله دي. نروح لمركز الوينج الشمال واللي كان فيه لعيبه كتيره مرشحه بالنسبه لي ان هي تكون موجوده في المركز ده، زي سانيه وزي سون من توتنهام ودوكو من مانشستر سيتي. ولكن ما بين الثلاثه دول انا اخترت ليروي سانيه من بايرن ميونخ. سانيه اللي مسجل 6 اهداف وصانع 8 اسيستات، 6 منهم لهاري كين. ومن هاري كين بقى نخش على مركز راس الحربة، وهو فعلا هاري كين. هاري كين اللي مسجل 17 هدف تقريبا في الدوري الألماني، وهو هداف الدوري الألماني. بيسجل أهداف من نص الملعب، هدف بدماغه، هدف برجله اليمين، برجله الشمال، كله شغال. هاري كين كان لازم طبعا يكون موجود معانا في التشكيلة دي. مسجل هدف من نص الملعب، ودي ماركو نفس الكلام في الباك الشمال، مسجل هدف برده من نص الملعب. كل اللعيبة دي متألقة وكانت تستحق ان هي تكون موجودة معانا في التشكيلة دي. سانيه برده اللي ناس كتير مش مركزة معاه، ولكن هو عامل اداء قوي ومرشح ان هو يروح لليفربول في يناير او حتى في الصيف الجاي. ونفس الكلام مرشح ان هو يروح لارسنال. نروح بقى لاخر حاجه معانا، وهو المدير الفني اللي هيكون ماسك الفرقه القويه جدا دي. وكان في برده مديرين فنيين كتير مرشحين بالنسبه لي، زي سيميوني انزاجي من انتر، واكيد انجي بوستيكوجلو من توتنهام، واكيد تشابي الونزو من ليفركوزن، وحتى بوكيتينو برده جه على بالي كده لان هو عامل اداء قوي مع تشيلسي. اتعادل اخر ماتش مع مانشستر سيتي، موقع كل الفرق الكبيره، يعني متعادل مع ارسنال وموقع توتنهام 4-1، ومتعادل مع مانشستر سيتي. فبرضه كان مرشح بالنسبه لي، ولكن وقع اختياري على تشابي الونسو من باير ليفركوزن. حاله غريبه بالنسبه لباير ليفركوزن. ولو عايزين ان احنا نعمل عنها حلقه نتكلم عن باير ليفركوزن ونتكلم عن التشكيله واللعيبه الاساسيه وارقامهم لحد دلوقتي في الدوري الالماني، فاكتبوا لي في الكومنتات، واكيد لازم نتناقش عن التشكيله دي. وقولوا لي اللعيبه اللي انت كنت متوقعين ان هي تكون موجوده في التشكيله وانا مش حاططها في التشكيله. في لعيبه كتيره جدا متالقه زي جريزمان زي ما قلت لكم، وحتى في مركز راس الحربه الفارو موراتا مع اتلتيكو مدريد، واكيد ايرلينج هالاند. ولكن هاري كين فوق كل ده يعني بصراحه، فكان لازم ان هو يكون موجود معانا في التشكيله. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. يا ريت زي ما انا قلت لكم نتناقش مع بعض في الكومنتات، وما تنساش اكيد تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. وبس كده، اقابلكم الفيديو الجاي.